مرحبا أصدقائي صديقاتي ومتابعيني على قناتي على اليوتيوب. أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. صار زمان ما مصور فيديو طويل على القناة. هذا الفيديو صورته خصوصي لكم لقناة اليوتيوب وللمتابعين القدماء واللي انضموا لنا خلال هاي السنة سنتين الأخيرة، وكل اللي راح ينضمون للقناة بالفترة الجاية. بس قبل ما نبدي أتمنى مثل كل مرة نسوي سبسكرايب، نفعل زر الجرس، ورا ما نشوف الفيديو نحاول ننشر الفيديو حتى القناة تكبر والعائلة تكبر ونقدر نوصل أكبر عدد ممكن من الجمهور، ونتشجع نسوي محتوى أقوى وأفضل. هذا الفيديو جاي أسجله حتى ينزل يوم 27 شباط إن شاء الله على القناة، راح يكون العرض الأول لهذا الفيديو. وهذا الفيديو أريد أحكي شوي عن القناة، شلون بدينا، عن بدايات القناة، وهسه وين وصلنا وين أريد أوصل. بيوم 27 شباط أنا قررت أفتح القناة على اليوتيوب سنة 2010، يعني قبل 14 سنة. بالبداية نزلت كم فيديو مسويهم مونتاج وأغاني، طبعا كانت قوانين أكو للحقوق، الفيديو انشال بوقتها، شوي زعلت، بعدين تشجعت إني أبدي أسوي فيديوهات وأنزل على اليوتيوب. خبرتي هالفترة شوي كانت قليلة بالمونتاج والتصوير، فما نجحت بالموضوع. تركت القناة فترة، بلشت أنزل أغاني بصوتي دندنة. ما نجح فكرة الفيديوهات اللي كنت أسويها لأنه إمكانياتي بالمونتاج كانت ضعيفة، كان لازم أتعلم تصوير ومونتاج وهذه الأشياء. تركت القناة فترة، بعدين بلشت أنزل أغاني بصوتي، إن كانت دندنة أو إن كانت من بعض الحفلات البسيطة اللي كنت أسويها، وشوية فيديوهات من الإنترنت أخذها أنزلها على شكل كليبات. طبعا أكتب اسم الفنان، أكتب المن هذه الأغنية، فبدت القناة شوي تتحرك، تحمست إنه أسوي فيديوهات أكثر. طبعا الفيديوهات اللي أخذتها كان بها حقوق، بعدين مسحناها. بال 2015 أنا وصلت بالقناة لما كان عندي أقل من 2000 متابع، وصلت إلى 2 مليون دقيقة مشاهدة على القناة. بس لأنه هذه الفيديوهات اللي جابت لي مشاهدات كان عليها حقوق، كانت كليبات أو أغاني مغنينها فنانين على المسرح، فاضطريت إنه هذه الفيديوهات أشيلها بال 2015 2016. وقتها قررت إنه أدخل مرحلة جديدة بصناعة المحتوى. طبعا بهذه الفترة من 2010 ل 2015 اتطورت إمكانياتي بالتصميم والتصوير والفوتوشوب والبرامج اللي أشتغل عليها والبرامج المونتاج اللي أنا منزل بها قائمة البرامج اللي مشتغل عليها سابقا، تقدرون تشوفها بقائمة تطبيقاتي، قائمة تشغيل خاصة بالبرامج اللي أنا أستخدمها. بال 2016 أنا قررت إني أسوي محتوى جديد، وقلت لازم أسوي شيء ونحاول ندخل المجال بطريقة احترافية أكثر. طبعا الإمكانيات بسيطة، كان عندي موبايل ثاني أصور بها هواوي قبل هذا، وقبلها موبايلات ثانية كان عندي، بس الهواوي هذا كان أفضل شيء. وبعدين هذا الجهاز السامسونج، وكان عندي سوني إكسبيريا اللي صورت بها الفيديو مال سفرة الهند، موجودة بالقناة تقدرون تشوفوها بعدين. طبعا سوني إكسبيريا جودتها ما تقارن بالسامسونج نوت 8 اللي هسه جاي أصور بها. فبلشت المشاهدات وبلشت المتابعات تجي، بس أعداد قليلة، كون نوع المحتوى اللي أنا أقدمه ما عليه هواي بحث. جربت أسوي ألعاب، جربت أنزل مثلا رياكشنات على يوتيوبرز من هذه الفيديوهات اللي تشوفها على الترندات، ما نجحت الأمور. فقررت أنه أسوي فيديوهات مثلا بها مؤثرات صوتية الناس تستفيد منها، البرامج اللي أنا أستخدمها سويتها قوائم تشغيل، نزلت معلومات عامة وأخبار وتحديثات مواقع ودروس تعليمية، طبخ وأشياء ثانية، كلها موجودة بالقناة، تقريبا بحدود 800 فيديو بالوقت الحالي. مئات الفيديوهات خلال 2010 إلى 2023 أنا مسحتهم، أما بسبب حقوق أو أنه ما جابت مشاهدات نهائيا أو جودتها كانت سيئة. فخلال هذه الفترة طورت القناة من خلال العناوين، الوصف، وحتى الصور المصغرة. لحد اليوم أنا جاي
أغير بالصور المصغرة حتى الفيديوهات تبتدي تبين للناس. صح هي فيديوهات بسيطة بس بها معلومة، بها شغلات مفيدة للمتابعين، وإن شاء الله تستفيدوا منها أنتم همين المتابعين الجدد. أكو مقاطع فيديو مصورة من حفلات فنية حصريا للقناة تقدرون تشوفوها همينها. واكو هواي أشياء ثانية موجودة بالقناة من سياحة وسفر ومعلومات عامة وحفلات فنية أو أصوات أو بعض المقاطع الموسيقية الفنية اللي أنا مغنيها إن كان ويا موسيقى أو بدون موسيقى. بس الفكرة الأساسية للقناة اللي أنا جاي أرتب لها من 2016 للسنين الجاية مو هذا. أنا هذا جاي أسوي للاستمرارية حتى القناة تبقى تستمر، لأنه الشي اللي أريد أسويه على القناة شي أكبر من إنه أصور فيديو هنا وهناك وأنزل بشكل عشوائي، وهذه الأشياء راح نحكيها بعدين. بس أنا آخر شي بالفترة الأخيرة سويت بودكاست اسمه بودكاست اسمع، مفترض إنه كان ينزل على يوتيوب وعلى تطبيق أنغامي. نزلت الحلقة صفر، الحلقة التعريفية على اليوتيوب وعلى أنغامي. اليوتيوب النشر عادي تقدرون تشوفوها، أما الحلقة التعريفية للأنغامي فلحد الآن ننتظر رد من شركة أنغامي يعني حتى يوضحون ليش ما قبلوا بالحلقة صفر. يمكن لأسباب فنية، لأسباب جودة الصوت، يمكن ما أعرف. البودكاست راح يكون صوتي، مو مثل البودكاستات اللي تشوفها للمشاهير اللي تكون مصورة باستوديو. فإن شاء الله المواضيع تكون تعجبكم، فبس ننتظر موافقة أنغامي حتى نعرف نستمر على التطبيقين ولا نبقى بس على اليوتيوب. هذه الشغلة. والشغلة الأهم بالموضوع بكل هذا الفيديو اللي أريد أقوله، أحب أشكر كل شخص من البداية من 2010 لليوم موجود بالقناة. كل شخص دعمني بمشاهدة، بلايك، بكومنت، بشير، حتى الانتقادات السلبية اللي وصلت للقناة، رغم أن بعض الكلام يكون بها جارح، بس شكرا للجميع لأنه ساهمتوا بانتشار القناة على طريقتكم. ورغم أن المحتوى اللي جاي أقدمه بسيط، ما يقارن بالقنوات الثانية اللي تقدم محتوى احترافي بمعدات احترافية، واللي مستمرين بصناعة الترند ومشاهداتهم الخرافية. احنا هسه حاليا تقريبا 2000 متابع على القناة، هدفنا 200,000 والمليونين وأكثر. بوجودكم، دعمكم، تشجيعكم، راح نقدر إنه نسوي محتوى أفضل، وتتطور القناة، تتطور كل التفاصيل الموجودة، ونقدر نسوي الشيء يكون يعجبكم، يفيد، ويكون مسلي، ويكون حقيقي. أنا كل فيديوهاتي وكل محتواي اللي تشوفونه على مواقع التواصل الاجتماعي أحاول أطلع بطريقة إنه ما أبين إنه ما أكون بها متصنع، حتى بالفيديوهات البسيطة اللي تشوفوها. فأنا أحاول دائما أسوي محتوى بسيط وسهل وما بيه تعقيدات بالمونتاج، وبنفس الوقت يكون مفيد ومسلي وحقيقي أهم شيء. فشكرا لكم، وشكرا لتواصلكم ومتابعتكم. واللي بعد ما متابعني أكو الروابط كلها موجودة بالوصف، موجودة بالقسم المعلومات بالقناة. إذا تدخلون على اسمي من فوق وتشوفون الروابط موجودة كلها، تقدرون تتابعوني هناك وتتواصلون وياي. وإذا عندكم أسئلة أو استفسارات تكتبوها بالتعليقات، أنا راح أشوف أما أرد عليها بفيديو أو أرد بالتعليقات، وإن شاء الله أقدر أساعدكم. وإن شاء الله المحتوى يكون يناسب ذوقكم ويعجبكم وبس. تحياتي لكم.